السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا. تفضلوا. سيدنا صراحة احنا جايين لك ونبي نعرف شلون نقتدي بمذهب اهل البيت سلام الله عليهم. اي نعم سيدنا، اذا ممكن تعرفنا بمذهب اهل البيت سلام الله عليهم. حاضر، وعلى امركم وبالخدمة، بس ممكن تقولوا لي شنو السبب اللي خلاكم تاخذون هذه الخطوة؟ هذا اخوي ابو فيصل راح يشرح لك احسن مني. تفضل يا ابو فيصل. احنا ما كنا على مذهب اهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ولدي فيصل كان مريض ومرضى جايد، ضلوعه كانت مكسورة وما له علاج لا داخل الديرة ولا برا الديرة، ويوم وديته برا قرروا انه يسووا له عملية. صراحة خفت عليه، رجعت في الديرة. اي نعم سيدنا، ابو فيصل رجع ولد الديرة وما سوى العملية. عجيب. وبعدين ايش صار يا ابو فيصل؟ بصراحة سيدنا عندي موظف بالدوام من اتباع اهل البيت سلام الله عليهم، يوم شافني متأذي مع ولدي فيصل قال لي ابو فيصل تسمح لي اكلمك بموضوع فيصل؟ فيصل تفضل. ليش ما تسمع كلامي؟ وان شاء الله يكون في علاج. علاج فيصل؟ يا معود انا مستعد اعطيك كل اللي عندي، بس قول دلني على العلاج. انا اعرف دكتورة عندها العلاج وكانت مصابة بنفس المرض، اضلاعها مكسورة والكسر شديد. اضلاعها مكسورة؟ تكفى الحق علي، دلني عليها. شو اسمها هذه؟ وهي السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. زين شو اسوي؟ علمني. تنادي بأعلى صوتك 3 مرات: يا فاطمة الزهراء. يا فاطمة الزهراء، 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 يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك مولاتي، لا تخيبين الظن، حاشاك تخيبين الظن. يما يا تجري دم والألم نارت بقلبي يطلعي. يما 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 السلام عليك يا السلام على صاحبة الضلع المكسور، والله يا دار الدهر ما يرحم غدار. فيصل شوفه واقف بروحه. خير بخير، ايش صاير؟ يبا ما تستوعب عمرك كانت هني؟ حرمة؟ اي حرمة يبا؟ يبا وانا نايم دشت علي حرمة ومسحت على ضلوعي والحين ما احس باي عور. فيصل ما سألته شنو اسمها؟ يا عمي سألتها وقالت انا السيدة اللي ناداها ابوك قبل شوي. يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك مولاتي، ما قصرت. يما وهي تمشي كانت حاطة ايدها على ضلوعها، شنو يعورونها؟
الحزن يا المختار بي انا بدار بويا انا بدار والدمع الرزين وانت يضمك ترابي كسر ضلعي يا سيد البريه والله كسر ضلعي يا سيد البريه بويا ما تراد قعدتها سلام الله عليك وأولادي ولعن الله من ظلمك. هذا الموضوع اللي صار سيدنا بركة أمك الزهرة سلام الله عليها سلام الله ما قصرت ويانا، وأخونا أبو عباس هو من زرع البذرة هذه صراحة. الحمد لله والشكر لله. تفضل يا أبو فيصل هذا الكتاب. أحسنت سيدنا.